جديد نوهنا قبل الفاصل إلى الحقيقة المؤلمة. الحقيقة المؤلمة كان عنوان لعمود رأي مهم في جريدة التحرير النهاردة للناقد الرياضي العزيز الأستاذ خالد بيومي. الحقيقة بيقول إن أنا بعد مقالي قبل الأخير عن انسحاب الأهلي من لجنة الأندية أو من لجنة البث تعرضت لهجوم إلكتروني كبير، لكن زي ما احنا اتفقنا دايما سواء خالد بيومي أو غيره هذا قول على قول. أنا هقول القول اللي قاله الأستاذ خالد بيومي وللمهندس عدلي قول على قولي. الأستاذ خالد بيومي زي ما أشرت لحضراتكم اتكلم إنه لما كتب بوضوح شديد جدا إنه انسحاب الأهلي من لجنة الأندية ده يخسر بقية الناس، قال إن المفاجأة أنني تعرضت لسيل من الاعتراضات وصلت إلى حد السباب من قلة قليلة على حسابي الخاص في تويتر، لأنني ذكرت الحقيقة التي يعلمها الجميع حاليا أنه ليس هناك قيمة للدوري المصري دون اسم النادي الأهلي. هذا كلام حرفي للأستاذ خالد بيومي، وهناك ملايين من الدلائل تقر هذا، آخرها القنوات المصرية والعربية التي تتهافت في الوقت الحالي على الظفر بمباريات الأهلي بشكل حصري. وأتحدى لو أن هناك عرضا واحدا لأي من الأندية المصرية مع كامل احترامي وتقديري للجميع. وبيضيف الكابتن خالد بيومي: وللعلم لماذا كل هذا الهجوم علي من الشارع المصري عندما أذكر حقيقة العالم العربي كله يعلمها ويجمع عليها، ولكننا نرى العكس، طمس كل شيء والهجوم والسباب على من تجرأ بذكر قيمة النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري على مدار تاريخها. يقول خالد بيومي: لماذا كل هذا؟ هل هو تقليل من الزمالك بشعبيته أو الإسماعيلي الذي أنتمي إليه أو باقي الأندية الشعبية التي هي منقسمة هي الأخرى على تشجيع الأهلي والزمالك؟ لماذا كل هذا؟ ألا يعلم الجميع أن شركات الإعلانات المترصة في مصر والوطن العربي تلهث وراء الأهلي ونجومه بعد الكم الهائل من البطولات على مدار تاريخه؟ لماذا كل هذا؟ في تاريخي وفي مجالي العملي لم أتعود إلا على الصراحة، والحمد لله الجميع يشهد بذلك. هذا كلام الأستاذ خالد بيومي. ولكن المؤسف أن نتلون وننسى أو نتناسى الحقيقة في كل حياتنا اليومية. أتمنى أن نعود إلى العقلانية في تناول المواضيع بعيدا عن الأهواء الخاصة، ولكن هذا هو الفارق بين الحقيقة التي تؤكدها الأرقام يوما بعد يوم وبين الهوس والتعصب الأعمى الذي نال منا سياسيا ورياضيا في آخر 10 سنوات، والسبب أنتم تعلمونه جيدا. بص، في حديث الأرقام طالما نذكر الأرقام لا اجتهاد، يعني ما بقتش رؤى، أرقام بتقول كذا. أيوة. واتساقا مع حديثه على الأرقام، أولا الأستاذ خالد بيومي ذكر صراحة وبشجاعة أنه محسوب على النادي الإسماعيلي. كان عضو مجلس إدارة في دورة من الدورات. طبعا وهو معروف انتمائه يعني. أيوة. فما فيش مجال انه محدش يزايد معاه او بيجامل الاهلي. أيوة. او شهادته مجروح. صحيح. لان اصدق الاشادات التي تاتي من المنافس. صحيح. دي حاجه الثانيه. تحدثا عن الارقام، تعال ناخد الاهلي كان يسوق مبارياته الوديه خارج مصر بكام؟ تتراوح من 120 مع بعض الحقوق الاخرى اللي كانت تصل بالقيمه الى 170 و180 ألف دولار للمباراه. وصل ل 250، هنقول 200,000 في المتوسط. واخد بالك؟ مباراه الاهلي الخارجيه سعره فيها 200,000 دولار. طيب. القيمه الاقصى اللي غيرنا كام؟ من 20 ل 40,000 دولار. وان كنت يعني لا تحضرني الذاكره حد يطلع يصلح الارقام. واخد بالك؟ في المباراه، انا بتكلم على المباراه. دي القيمه التسويقيه للسوق. هذه طب الناس اللي بتدفع هنا كده واللي بتدفع هنا كده واللي بتدفع هنا كده، دي ناس عشان كده خالد بيومي يقول لك متحيزه في العالم العربي كله عارف الحقيقه. مش متحيزه، هو انت صحيح. بتعمل بيزنس. هو اللي بيجي لك ده مين؟ ده شركه تسويق. صحيح. عايزه تكسب من وراك. مش حد ولذلك كان لما بيتقال ان الاهرام بيجامل الاهلي والاهلي مش عارف ايه، ده كلام تسويق. ما حدش يقدر يجامل حد على مصلحته. صحيح. فده كلام، ده تعقيب على كلام الاستاذ خالد بيومي. ايه الارقام هي اللي بتحدد. والدليل الاخر على كده ان الناس زعلانه ان الاهلي هيسوق لوحده، والا ما كانش، لو ملوش قيمه تسويقيه وتختلف كثيرا ما كانش حد سأل فيه وما انسحب.
الحقيقه باينه وواضحه، لكن الناس بتنسى وبتتناسى وبتتلون وبتتعصب وبتبث سمومها عمال على خلينا في الموضوع، ضد بلاش ده كلام الاستاذ خالد بيومي. لكن ما احنا احترفنا الكلام، احنا بنضيع وقت، وده تقريبا الخيط اللي لمسه بحرفيه شديده الكاتب الصحفي المميز الاستاذ عمرو